السلام عليكم الدراري. اليوم جيت نحكي لكم واحد القصة عمرني ما ننساها، والقصة كانت بسبب في حياتي أن تقلبات كاملة رأسا على عقب بسبب فرفار. المهم ما تنساوش معكم واحد لايك وسبسكرايب وبارطاجيو الفيديو، وهذا غيكون أول فيديو عندنا في القناة. المهم نبدا لكم. أنا شاب مغربي كان عادي، كنت كنقرا وكنعيش حياتي بحال اي واحد. في واحد الفتره وليت مدمن على فري فاير، كنلعب من الصباح حتى الليل وكنصرف اغلب وقتي فيها. في النهار من الايام دخلت نلعب رانكد وطحت مع بنت سميتها ساره، كانت مغربيه ظريفه بزاف وكتضحك ديما. لعبنا ماتش واحد من بعد وزدنا لعبنا ماتشات بزاف، ومن تم بدات الصداقه بيناتنا انا وياها. كل نهار كنا كندخلوا نلعبوا مع بعضياتنا، ولات كتسول عليا الى ما دخلتش، وحتى انا كنقلب على اول ما كنفيق. شويه بشويه ولات اقرب انسانه ليا، وكنهضروا على كل شيء، على القرايه، الحياه، الاحلام ديالنا، وفاش نكبروا شنو غنديروا، وحتى المشاكل اللي كنعيشوها. دوزنا اكثر عام وحنا هاد الحال. بصراحه وليت كنحبها بزاف، كنبغيها، ولكن عمرني ما قلت لها هادشي بشكل مباشر. كنت كنخطط في نهار نبقى في الواقع نقول لها كل شيء، ولكن هذا الحب كان عنده ثمن. بديت كنضيع القرايه ديالي، النقط ديالي هبطوا، والديا كانوا ديما كيغوتوا عليا بسبب الهاتف، بسبب التليفون. كنت كنفضل نجلس في الدار ونلعب معاه على انني نخرج نقصر مع الدراري ولا نبرك مع العائله ولا شي حاجه. بواحد الليله هدرنا عادي بزاف وضحكنا ولعبنا. اخر ماتش قبل ما تخرج قالت لي تصبح على خير، غدا ندخلوا بكري ونلعبوا بزاف. ضحكت وقلت لها ان شاء الله. ولكن داك الغد ما عمرني وصلتني شي ميساج. داز نهار كامل وهي مدخلاش وانا كنتسنى، وقلت عندها شي مشكل في الويفي ولا شي حاجه. داز يومين، داز 3 ايام، داز سيمانه، داز شهور. وواحد نهار وانا كندخل كل نهار كنت كندخل فيه وكنشوف واش دخلات، وهذا بقيت كنصيفط. داز شهرين كامله كان كل نهار كنبقى نصيفط، كل دقيقه كنصيفط ميساج. من بعد مده شهرين دازت وانا نلقى واحد الميساج في الكون ديالها راه صيفطات ليا. كنت فرحان وكانت عندي صدمه كبيره. هذا سميتو هو يجاوبني واحد الشخص اخر. في الاول فرحت، رجع ساره وداك الشيء، قال لي باللي ساره ماتت في حادثه السير ويا راجل مع العائله ديالها. في ديك اللحظه حسيت باللي فقدت شي حاجه كبيره من حياتي ومقدرش نصدق. بقيت كنقرا الرساله اول مره، جوج ولا 10، وكنت كنتسنى شي واحد يقول لي راه كذوب داك الشيء. ولكن للاسف كانت هذه الحقيقه ديالي. وبقيت شهور وكل نهار كنرجع للمحادثات القديمه ديالنا، كنسمع التسجيلات ديال الصوت ديالها وكنشوف الصور اللي كانت كتصيفط ليا. الحس كان كبير بزاف. ولكن من بعد فهمت بلي ماشي غير سارة اللي خسرت حتى راسي، وخسرت عامين من حياتي في التليفون، خسرت القرايه، وخسرت بزاف د الحوايج اللي كانت مهمه. من بعد بدأت مدة طويلة قررت نبدل حياتي ورجعت نسام القرايه ديالي والعائله ديالي. ولكن الذكرى ديال سارة عمرها تخرج لي كاع من قلبي. ودابا كل ما كندخل فري فاير ولا نسمع شي موسيقى كنا كنسمعوها في الماتشات، كنتفكر اخر كلمه قالتها ليا غدا ندخلوا نلعبوا. ولكن للاسف الغد الغد ما جاتش وما عمرها غادا تجي. من تما باش تكونوا عارفين الدراري، من تما تعلمت بواحد الدرس عمرني ما نتسناه.
الالعاب غير التسليه، اما الحياه الحقيقيه والناس اللي كنحبوهم هما اللي عندهم قيمه كبيره، حيت ممكن في ثانيه وحده نخسرهم وغيبقاو معنا غير الذكريات. هاد القصه الدراري كانت حقيقيه وطرات لواحد الشخص، وكلشي دعواتكم بالرحمه ندير سارة والله يغفر لها ويجعل مثواها من الجنة. والدراري هذا هو اول فيديو ومازال مستريسي وداكشي هذا ما كان. وبيس تهلاو، نتلاقاو في الفيديو الجاي.